السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا احنا بدأنا في أمشير بقالنا يومين. الجو النهاردة بصراحة يعني شتا شتا يعني. قمت بقى ايه، كنت جايبة سبانخ من امبارح من السوق. جايبة حوالي كيلو ونص سبانخ. انا معاهم حوالي حزمتين كزبرة خضراء، وحزمتين شبت. وغسلت كله، خرطتها الاول يا حبايبي وغسلتها كتير كتير في مصفى وفي الحوض وفي ميه. لازم السبانخ تتخرط الاول، تتغسل كتير كذا مره، لانها بتنزل طبعا رواسب واتربه وحاجات، لازم تغسل كتير جدا. فانا غسلتها وصفيتها اهوت. طبعا اللي هيشوفها في الحله كده هيقول ده مقدارها كتير، لا والله هي حالا هقول لكم الطريقه، انا عملتها معاكم قبل كده. بس هوريكم الطريقة تاني. المرة اللي فاتت عملتها حطيت فيها فول مدشوش او حمص. المرة دي بصراحة الجو شتا ومش عارفة اخرج اجيب. هعملها بقى بشوية شعرية او لسان عصفور او حبين رز. خليكم معايا خطوات واحدة واحدة. الاول انا معايا كيلو ونص سبانخ اهوت، عليهم 4 حزمات خضرة، 2 كزبرة و2 شبت. غسلتهم كويس وخرطتهم وحطيتهم في الحلة. طبعا ده انا احطهم على النار دلوقتي هتهبط تماما. ومعايا الاول اهوت كيلو ونص طماطم، بسم الله ما شاء الله. معايا معلقتين صلصة. لو مش موجود عندك عادي، بس طبعا السبانخ بتحب انها تكون ايه، طماطمها كتير شوية. معايا معلقة توم كبيرة. معايا هي ملح، كمون، كزبرة ناشفة، فلفل. مش هحط اكتر من كده. ومعايا 4 بصلات حلوين. هنعمل ايه بالبصل دوت؟ هنخرط 2 ندعكم بحبة ملح وفلفل ونحطهم. يعني انا هحط السبانخ دلوقتي على النار، هحطهم معاهم، هسيبها شوية كده هتهبط، هروح حاطة معاهم ايه، البصلتين مدعوكين بفلفل وملح بيدي ريحة حلو. والبصلتين التانيين هعمل فيهم ايه، هجيب حلة بقى بره كده واخرطهم خرط رفيعة، وهعمل التقلية بتاعتها بره. هعمل مثلا حتة سمنة على حبة زيت، وهشوح فيهم الثوم. وهحمر معاهم بصلتين. وهنزل الطماطم تتسبك لوحدها في حلة صغيرة بره. وبعد ما دي خلينا مع بعض واحدة واحدة ان شاء الله. انا الاول هكمل معاكم الفيديو، ههرس الطماطم واصفيها واحط السبانخ على النار وهدعك البصلتين وهوريكم خطوة خطوة. دلوقتي بصوا حبايبي، انا معاكم خطوه بخطوه. هشوف السبانخ بدات انها تسرد الميه بتاعتها، انا ما حطيتلهاش ميه ولا اي حاجه. انا دلوقتي اهوت عامله بصلتين اهمت زي ما قلت لحضراتكم، دولت هقليهم. ودول بصلتين ان انا ايه، هدعكم بملح وفلفل كده اهوت، تديها ريحه. ممكن في ناس ما بتحبش الخطوه ديت، بس انا عن نفسي بعملها بطريقتي دي، بتدي السبانخ طعم وريحه ما شاء الله. يعني في ناس بتكتفي بالبصلتين بس فيها زي ما انا بعمل، في ناس ما بتقليش، بس انا يعني بحب البصل كتير زي ما انتم عارفين. فانا هبتدي ان انا اهوت احطهم واسيبها برضو اقلبها قدامكم، هخليكم معايا همت بالصبر اهو. هبتدي ان انا اسيبها تشم الريحه بقى، احلى ريحه دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. ههدى عليها بقى واسيبها تشرب كميه الميه اللي هي عايزاها. يعني الميه دي كلها على قد ما تقدر تشربها تشربها. ههدى عليها واسيبها على ما ابتدي بقى ان انا اهرس الطماطم في الخلاط. تمام. واعمل التقليه بتاعتها في دقيقه كده لوحدها او في حله صغيره لوحدها كده لغايه لما تشرب اكبر قدر من الميه. هروح بقى حاطه ايه التقليه عليها، ونحمر مع بعض كده شويه لسان عصفور او شويه شعريه ونحطهم فيها. لو في حمص طبعا بتجيبي لها حوالي يعني يجي تمن حمص، اللي هو مش الحمص اللي بيتاكل يا حبايبي بتاع المولد ده، لا. في حمص كده للطبيخ او الفول المدشوش. او اي حاجه. او في ناس بتحط شويه رز بتنقعيهم، طبعا تغسلهم وتنقعيهم وبتحطهم مع التقليه كله ببعض. خليكم معايا واحده واحده. طبعا غسلنا هنا الرز اهوت، شويه رز اهوت نعمل جنبها رز ابيض. دلوقتي هننزل معاكم البصل، ابتدي ان انا ايه اقلب معاكم البصل. حطيت شويه زيت، ودول البصلتين الباقيين يا حبايبي الكبار. نعلي بقى النار شويه كده عشان ايه، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا حطيت الرز بتاعي معاكم اهوت. انا هبتدي انا اقلب في البصل، اسيبها لما تحمر بقى شويه، وبعدين انزل بالثوم عليها. بسم الله ما شاء الله. شوف بقى السبانخ بتاعتنا، شوف الريحه ما شاء الله.
طبعا تشوفوا بتصرد ميه كتير، انا ما حطيتش اي ميه يا حبايبي، باكد عليكم تاني. انا هسيبها خالص لما ايه تنشف من ميتها خالص تماما يعني. حمر البصل واكمل معاكم. هو البصل اهوت يبتدي بقى ان هو يخش في التحمير شويه. هنزل معاه التوم ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. اديله تشويحه كده مع البصل لما ايه البصله التوميه تصفر معايا. مش قادره اقول لكم الريحه، بصل مع التوم جنب صراحه يعني. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا البصله بس تاخد لون كده. تعالوا كده نشوف الرز بتاعنا. اديله تقليبه بقى ونهدى عليه. يتردد براحته. برضو نديها تقليبه كمان كده طول ما احنا واقفين يعني اما حاجه تشتغل. هي ما عادش محتاجه تقليب، بس هي محتاجه تشرب ايه ميتها براحتها. البصله بقت حلوه معايا والتومه ريحتها جميله واصفرت. هننزل بقى بمعلقتين صلصه. طبعا انا بقول لحضراتكم لو مش حابه تحطي صلصه مفيش مشكله، بس انا لقيت عندي والسبانخ بتحب الطماطم تكون كتير بصراحه عشان تبقى ايه واخده حقها كده. انزل بالتوابل اهيت، الفلفل كمون ملح، مش هحط اكتر من كده. انزل بالطماطم كيلو ونص طماطم احنا عملناه، وهسيبها بقى انها تتسبك براحتها خالص. وما تتسبك بقى ايه هنحطها على السبانخ. دلوقتي يا حبايبي هجهز شويه شعريه هما حسب الرغبه، الكميه حسب الرغبه. احمرهم عشان احطهم واوريكم خطوات معايا. خليكم معايا. دلوقتي السبانخ بتاعتنا نشفت اهي يا حبايبي. اقلب بس معاكم الشعريه شويه كده تتحمر عما افضي الصلصه على. دلوقتي حاطين معاكم الشعريه اهيت تتحمر بقى. بشوفوا بصوا هنا يا حبايبي، هنا الطماطم اتسبكت بقت جميله بسم الله ما شاء الله. هفضي التسبيكه بقى على الصلصه على السبانخ هنا على ما الشعريه تتحمر. طبعا السبانخ هي شربت الميه اللي هي محتاجاها ولسه فيها شويه، فقلت اسيبهم عادي. كل السبانخ كلها حديد وكلها فيتامينات، بدل ما ازودها مثلا ميه من الحنفيه شويه، او بدل ما ازودها لو عندي شوربه كنت ازود، قلت لا اسيبها بقى منها فيها كده. فابتدي انزل كل الصلصه عليها. هدي بس الشعريه هنا تقلبتها عشان اظن كده الخطوات واضحه قدام حضراتكم اهوت. اتمنى منكم يا حبايبي اللايك والشير، وتنزلوا كده تدعموني كده بتعليق حلو والاشتراك في القناه. وبشكر كل حبايبي اللي معايا بصراحه، يعني عايزه كل مره اشكرهم والله. بشكركم كلكم جميعا، اللي مشتركين واللي مش مشتركين. نزلت انا كل الصلصه اهيت، هنقلها بقى على النار تغلي شويه على ما بسم الله ما شاء الله على ما الشعريه تتحمر. شوفوا بسم الله ما شاء الله، شوفوا الكميه والحلاوه اللي بتاعه السبانخ. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. ولا حاطين فيها لحمه ولا حاطين فيها حاجه، بس بصراحه السبانخ لوحدها يعني اكله جميله. اتمنى ان كل ولادنا ياكلوها لان فيها فيتامينات كتير. ابتدي بقى اهيت عشان بس ننجز. انا قلتها على النار العاليه شويه. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، عشان احطها بالمره تاخد غلوتين مع السبانخ وكده. يبقى السبانخ بتاعتنا خلصت النهارده، بس هوريكم برضو شكلها وانا بغرفها ونحط عليها الشعريه. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. كده خلاص اهوت اللون معاكم حضراتكم. هبتدي بقى انزل بيها. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. تمام كده بسم الله ما شاء الله. انزلها معاكم بقى حبايبي اهو. والله احلى طبق سبانخ النهارده، واخد حقه. جميل جميل، مش عايزه اقول لكم على الجمال. شوفوا الجمال بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. شوفوا منظر السبانخ عامله ازاي. بالف هنا وشفا يا رب اللي ياكل، يا رب تعجبكم. هديها بقى غلوتين عشان طبعا الشعريه اللي فيها ديت
تقعد بقى بس تسبك حوالي 3 دقايق كده ببعضها تكون استوت، ونغرف مع بعض بقى غدوتنا الجميله دي النهارده. دلوقتي يا حبايبي خلصت معاكم فيديو النهارده. سبانخ ورز ابيض. طبعا هنكمل بقيه الغرف بقى، نحط طبعا مخلل، وهنجيب حاجه خضراء، اي حاجه جنبك عايزه تعمليها. هي ما شاء الله طبق السبانخ يعني بسم الله ما شاء الله تحفه يعني تاكل لوحده. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اتمنى منكم اللايك والشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.